الغزالات ديالي، انا رجعت معكم في القصه الثانيه ديال اليوم. لا تقولوا شهرزاد نساتكم. المهم الغزالات، ما غنزيدش نطول عليكم كتر وندخلوا مباشره في القصه الثانيه ديالنا. معكم ايمان، واليوم جيت نعاود لكم حكايتي وما جرى فيها، وغادي نبدا لكم القصه ديالي من الاول ديالها. انا تزاديت وكبرت في واحد الاسره اللي ميسوره الحال. الاب ديالي خدام في تجاره، اميمتي كانت فرمليه. بالحق الوقت اللي ولداتنا كانت جلست في الدار، حيت الاب ديالي قال لها غير جلسي وقابلي وليداتك، واللي احتاجيتيها نوفرها لك. المهم حنا كنا 4 الوليدات، 2 دراري و2 بنات، وانا كنت هي اخر العنقود، وكنت هي العزيزه والدلوعه ديال الدار كامله. من النهار اللي عقلت على راسي في الدنيا لقيت با الحمد لله مسك عليه الله وداير الدار. اميمتي كانت ما يديها ما كتحطاش في الماء بارد، كانوا عندنا الخدامات. مهم عش مفش ديال بصح الكاس ما كنهزوش من بلاصتو، وكنت عزيزه على با واللي كنحلف عليها فمي كتجي حتى لعندي. من النهار اللي عقلت على راسي وانا كنقرا في البريفي، والمستوى ديالي متوسط. غير هو الوقت اللي بداتني المراهقه بديت كنرجع في الدراسه، وبحكم ان الاب ديالي كان راد لينا البال وكان ترونسبور كيهزنا من الدار ويخرجنا حتى للدار، والمدرسه الا غيبتي ليها غير نص نهار راه كيقولوها لوالديك، يعني ما عندي فين نزحق. كان المتنفس الوحيد ديالي في هذاك الوقت هو داكشي التواصل الاجتماعي، الانستغرام والفيسبوك وهذوك المواقع ديال الشات. المهم بديت كندخل تما وكنتعرف على الدراري، كل مره كنهضر مع واحد في شكل، كل مره كنقصر مع واحد في شكل، وبقينا غاديين هكاك حتى النهار اللي غادي نتعرف على واحد الولد سميتو اشرف، كان قال لي انه عايش في الطاليان. المهم بديت كنهضر معاه، ونهار على نهار بديت كنتعلق بيه. في الاول كانت العلاقه مجرد تفليه وخلاص، بحال الاخرين كاملين. بالحق هذاك اشرف بالضبط كنت نهار على نهار كنزيد نتعلق بيه ونزيد نتمسك بيه. السيد كان كيموت على التراب ديال رجليا، وانا البنات كان عندي حقي في الزين، ما كان ناقصني حتى شي حاجه. المهم علاقتنا غتبقى غاديه وكتطور حتى صافي ما بقيت كنهضر مع حتى شي واحد في الانترنت من غيره هو. كنت كنجي من المدرسه طايره غير باش ندخل ونهضر معاه، وحتى في الوقت اللي كنكون في القسم كانت صيفط انا وياه الميساجات، كان كيعرف على نهاري كامل كيفاش كيدوز، وحتى انا كنت كنعرف نهارو كامل كيفاش كان كيدوز. وليت كنبغيها البنات واحد الحب لي اسطوري، وهو دائما كان كيقول لي نصيفط ليك نعطيك ندير ليك، كنقول له ما خاصنيش. وانا فعلا كنت اللي كنحل عليها فمي في الماديات الاب ديالي كيوفرها ليا، وما عمر ما كان عندي نقص في شي حاجه. المهم غادي نبقاو جارين هكاك. فيما كان كتجبد معايا الموضوع ديال الزواج كنت كنقول له ماشي دابا، حيت كنت عارفه ومأكده ان الاب ديالي ما غاديش يبغي، لانني حتى لهداك الوقت مازال ما كملش 18 عام. المهم بقينا البنات جارين في هذيك العلاقه. السيد كان كيبغيني وكيتسطح ليا، وانا البنات ماشي كنت كنبغي شي حاجه ما اكثر. المهم بقينا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى كملت انا وياه 2 و4 شهور. تما كان السيد نزل المغرب وقال لي والو نتلاقى معاك. انا باش نتلاقى معاه كانت شي حاجه اللي مستحيله، ماشي حيت ما بغيتش، ولكن كيف ما قلت لكم كانت الخرجه عندي بالحساب. الا خرجت خصهم يعرفوني فين مشيت ومنين جيت، وفيما كان بغي نخرج الام ديالي كانت كتمشي معايا لاي بلاصه. بغيت نتكسى كتمشي معايا، بغيت اي حاجه بغيتها خصها تمشي معايا. المهم كنت اتفقت مع واحد بنت خالتي ودرت معها انني غنبات عندهم في الدار، ومن تما غنسلس ونمشي نشوفو. وفعلا داكشي اللي كنت طلبت ماما باش نبات عند ديك بنت خالتي بزز باش خلاتني نمشي. المهم دوزت عندهم الليله والغد ليه. اتفقت انا وبنت خالتي اننا نقولوا لهم خارجين القصريه. المهم خرجنا للقصريه، وتما كنت زهقت وتلاقيت معاه. السيد فاش شافني تصدم، حيت كان كيسحاب له انني زعما التصاور اللي كنصيفط ليه غير بالفلتر زوينين، ما كانش كيسحاب لي انني زعما انا واحد البنت اللي زوينه ولا ماشي. غنشكر لكم راسي، الحمد لله كنت زينه. وفي هذا الوقت اللي كنعاود لكم راه ما نقولش لكم عدد العرسان اللي كانوا كيجوا فيا، والاب ديالي كان كيقول لهم بنتي مازال صغيره. الاب ديالي ما سخاش بيا، وخاصه ان اختي اللي كبر مني في هذاك الوقت كانت تزوجت ودارت دارها، وخويا الكبير حتى هو كان تزوج ودار دارو. بقيت غير انا وخويا اللي كبر مني فقط هما اللي بقينا في الدار. المهم الاب ديالي كان متقال في الموضوع ديال الزواج ديالي، وكيقول لي بنتي كملي قرايتك عاد نهضروا في هادشي ديال الزواج. صافي هادي تلاقيت مع السيد وتما علاقتنا زادت توضات. انا راه ما نقولش لكم انني كنت كنبغي شي حاجه ما كثر البنات. صافي ما بقى كيبان ليا في الدنيا حتى شي واحد من غيره هو.
في هذا الوقيته اللي كنعاود لكم انا كنت كملت 18 عام ويلا خديت الباك، والاب ديالي كان يلا كيقول لي شنو غديري ما شنو غديري زعما من مورا الباك. صافي يا هذيك السيد لصقني لصيق وخاصه من مورا ما شافني ولا كيحلم بيا في الصباح وبالليل وكيقول لي ما غنمشي في حالتي حتى نطيح معاك العقد ونتزوج بيك ونديك لدارنا بما يوجدوا لك الوراق. المهم انايا كنت صافي تفتنت به وما بقيت كنسمع حتى شي واحد في الدنيا من غيره هو. داكشي اللي كان كيقول لي كنت كنقول له واخا. المهم كان اتفق معايا انه غادي يجي عند والديا، وفعلا انا كنت هزيت راسي وكنت مشيت عند ماما ودويت معاها عليه. ماما كيف سمعتها بدات كتغوت وقالت لي منين كتعرفيه؟ قلت لها ماما ما كاين ما نخبي عليك، انا الاول تعرفت عليه في الانترنت وما بينو وبينو زعما حتى شي حاجه اللي خايبه، غير كنهضر معاه وصافي. قالت لي شوفي انا كنعرف باك مزيان، باك الا ما كان شي واحد معرفه مستحيل يزوجك ليه. وزيدونا بنتي واش انت حماقيتي؟ واش انت باغا تمشي تسكني مع العكوزه؟ واش انت ما كتعرفيش تهزي الكاس من بلاصتو؟ عاد باغا تسكني ليا مع العكوزه في الدار؟ قلت لها ماما راه ماشي غادي نسكن معاها، انا غندوز تما غير واحد المده بما يطلعوا ليا الوراق ونمشي. المهم ماما ما عجبهاش الحال وانا طلبتها طلب باش دوي مع با، حيت الراجل كان قال لي خاصني ضروري نجي لدار باك. المهم تيبزز باش دوات مع باك حال بالعمى والظلمه، وقلنا الراجل اللي ما كنعرفوش ما عندك ما ديري به يا بنيتي. المهم انايا بقيت تما كنتباكى عليهم وبا مسكين ما كانش باغي يخسر ليا الخاطر، وكان قال لي قولي للناس يجيو. فعلا كان جا الراجل وجات ماما وواحد خالته وواحد خوه هو ومرته. المهم جاو عندنا للدار استقبلناهم، كانوا كيبانوا ناس اللي الله يعمرها سلعه ما فيهم ما يتعب. الاب ديالي كان سول الولد شحال ديال الاسئله، فاش خدام، شنو كدير في الطاليان، هادي من هنا هادي من لهيه. المهم من موراها كان قال لي اعطيني لادريس ديالك السميه والكنيه باش يسول عليه. صافي السيد مشى والاب ديالي كان مشى وسول عليه وكان جا عندي وقال لي شوفي يا بنتي هاد الناس راه على قد الحال، وحتى السيد في الطاليان راه ما خدامش شي خدمه اللي نقول لك يعني راه ما غتعيشيش في نفس المستوى اللي معيشك انايا. وانا في هذاك الوقت با كان قال لي غير تاخدي الباك سيري عزلي الطوموبيله اللي بغيتي نخرجها لك، وكان مدلعني يا البنات ديال بصح. نهار اللي كنبغي نمشي نتكسى راه كنتكسى بلا عدد، انا ما كيقولش ليا هاكي ولا ما تفوتيش هاد الفلوس ولا، راه كنت كناخذ بيديا ورجليا ما كاينش اللي يدوي معايا وكنت ضاصره بزاف. صافي هي هذيك با بدا كيهضر وقال لي شوفي يا بنتي هاد الزواج راه ما صالحش ليك، هذا الراجل ما هو من سهمنا ما حنا من سهمو. انايا كنت كنقول لهم هذاك اللي بغيتو منو نخلق ولا ما تزوجش بيه غندير شي حاجه في راسي. مهم با ما عجبوش الحال في نفس الوقت ما كانش باغي يخسر ليا الخاطر، وقال لي اش غادي نقول لك يا بنيتي عجبك الله يكمل عليك معاه، غير هو ديري في بالك ان الزواج ماشي تفليه، وراه الزواج ليله تدبيرو عامه بنيتي، واش انت قاده على هذا الشيء؟ قلت له قاده. المهم فاش سول على الراجل ما لقى عليه حتى شي حاجه زعما خايبه يعني نقولوا قبيح، ما كيصليش سكيري كسيد كيصلي درويش الله يعمرها دار. الناس كاملين قالوا لي هذاك الدري ما شفنا عليه حتى شي حاجه حتى النهار اللي مشى للطاليان من موراه ولي ولا هاز ميمتو هاز خوتو كلشي. صافي يا هذيك الامور تيسرات في هذيك العطله. الراجل دار المستحيل باش يضيع عليا العقد، بالحق با ما بغاش وكان كيأجل في الموضوع غير باش نتخاصم انا مع الولد وما يبقى حتى شي حاجه. بالحق انا كنت عاد ما كنتمسك به. والبنات راه غنقول لكم راه كان بغيه ديال بصح، كان بغيه وكنتسطى عليه. راه بالليل كنبقاو ندويو حتى تقريبا كيأذن الفجر، راه الليل كامل وحنا كندويو كنعرف شنو كيبغي وشنو كيكرهو. عرفتوا البنات كنتسطى عليه ديال بصح. المهم في هذاك الوقت عائلتي حاولوا معايا حتى عيا وقالوا لي راه عطا الله ولاد الناس وكاين الناس اللي لاباس عليهم تزوجي به ويتهلاو فيك اش بغيتي بهذا. انا كنقول لهم هذا اللي بغيت وهذا اللي باغا نتزوج به. المهم السيد كان مشى ضرب 3 شهور كانت جات العطله ديال راس العام، ومن تما كنزل المغرب وقبل ما ينزل كان دوا معايا وقال لي باش ندوي مع والديا. المهم كنت دويت مع والديا وبا شاف مسكين حتى عيا وقال لي اللي بان لك بنتي. صافي كانوا جاو الناس طيحنا العقد، ولكن ما مشيتش معاه حيت با كان شرط عليه انه يطيح ليا نطيح انا وياه العقد ويمشي يطلع ليا الوراق حتى يوجدو عاد يجي ويديني معاه، زعما ما مشيش نسكن مع عائلته. وقال لي هاد المده اللي غطلع عليها الوراق ها هي بنتي جالسه معايا. المهم الراجل حيت كان كيبغيني بزاف ما بغاش يخسر ليه. صافي كان قال لي واخا با حيت انا كنت باغا نمشي مع السيد، كان قال لي خاصك ضروري ديري العرس باش زعما لا قدر الله شي حاجه نكون زعما انا قدام الناس راه بنتي
مزوجات ماشي بنتي يلاه زعما دايره العقاد وداكشي. نتوما راكم عارفين التقاليد والعادات، الزواج بالنسبه لينا راه هو العرس فعلا. بكبر بيا التكبيره ديال النفس ودار ليا واحد العراسيه قدها قد السخط، وحتى الراجل ما خلاش من جهدو كان مكبر بيا، وحتى لهنا كانت الامور كامله غاديه مزيان. مهم دوزت العرس وسافرت انا والراجل، وكنت تما كانت الدخله وعشت مع احسن يامات في حياتي. من موراها السيد كان رجع في حالاته، ومباشره من مورا ما رجع بدات داكشي الروينه ديال كورونا والسدان، وما بقى حتى شي واحد لا غادي لا جاي. والسيد في هذاك الوقت كان يلا دفع الوراق. المهم ما كناش عارفين بالضبط هذاك الشيء شحال غادي يطول، ما كناش عارفين حتى شي حاجه. صافي انا بقيت جالسه في دارنا، حتى من القرايه ما كنتش كنقرا، يعني ما كنتش كنمشي كنبقى جالسه غير في الدار كنقرا غير من الانترنت. صافي انا والسيد ما كناش نهائيا كنحبسوا التليفون ليل ونهار. المهم بقينا هكاك حتى شهر 5، وشهر 5 راكم عارفين كاين يلا هذاك الزيار الخيب، وما تخرجي ما تدرجي ما والو. امو غادي تطيح في الدروج وغادي تفدع في ظهرها وغادي تهرس في رجليها، وهرسه خايبه يا البنات. المهم انايا كنت سقط الخبر من عنده، السيد كان جهل حيت ما عندوش كيفاش يجي، والبنت اللي كانت كتكون معاها بزاف كانت في هذاك الوقت حابسها الحجر الصحي في مدينه وحده اخرى، هي وراجلها ووليداتها تما، ما عندها كيفاش دير تجي. وبنتها اخرى كاينه في اسبانيا حتى هي ما عندهاش كيفاش تجي. صافي انا فسخت الخبر، كنت هزيت انا وماما دانا بابا نيت، مشينا طلينا عليها في الدار ولقينا السيده حالتها حاله. وفي هذاك الوقت فاش دخلنا عندها لقيناها حتى في حاله مريضه، في حاله مسهسها. امي كانت قالت لي عندك تكون فيها كورونا. صافي درنا الواجب ورجعنا. فاش رجعنا للدار السيد هو معايا، وهو يقول لي امي ما كاينش اللي قابلها، وغير خالتي اللي كتجي تطلع عليها والجيران، وراه اختي فلانه في هذا القونت واختي فلانه في هذا القونت، وانا مجلوق هنايا وانا ما عرفتش كيفاش ندير ما عرفتش كيفاش ندير. انا يا تلفت الوقت اللي ماشيه نهضر مع با ومع امي باش يخليوني نمشي نقبلها، واخا انا ما عندي لا صحه لا جهد، ما نعرف ندير شهيوات، ما نعرف ندير حتى شي حاجه. يعني قلت نمشي نهضر معاهم واخا غير نمشي نجلس معاها، غادي نسيخ الخبر ان السيده فيها كورونا. المهم فسقنا الخبر ان فيها كورونا. با مسكين بغى يحماق حيت با كان خواف وكان اصلا مريض. هذيك الساعه كان مشى دار التيست ما لقى عنده حتى شي حاجه، كنا درنا التيست كاملين ما لقينا عندنا حتى شي حاجه. هي كانوا هزوها وداوها للسبيطار، هذيك بنتها دارت المستحيل وجات. صافي من تما انا ما بقيتش مشيت عندهم، حيت ما نكذبش عليكم كنت خايفه، وحتى با ما خلانيش، قال لي ما عندك لاش تمشي، وكنت عارفه الا مشيت غنبقى تما حيت با غايقول لي ما تدخليش حتى نتاكد ان ما فيك والو. صافي السيده بقات جالسه في السبيطار حتى النهار اللي برات، ومن بعد جات للدار ولديتها كانت مهرسه، يعني بنتها هي اللي كانت قايمه كل شيء. انا ما عمرني لا مشيت طليت ولا مشيت سولت، الولد كنت كنهضر معاه عادي، ما كاين زعما حتى شي حاجه المشاكل. غادي يدوز واحد الفتره، في واحد النهار كنت كنهضر مع الولد حتى كيقول لي ان اختو قالت لي زعما انني انا ما مشيت لا طليت لا شفت عكوسي لا حتى شي حاجه. انا درت السبب با وقلت له راه با رايان وراك عارف وراه ما يقدرش يهز المار، داكشي علاش خايفه لا نمشي وتلصق فيا شي حاجه، ماما تلصق فيا شي حاجه. مهم السيد ميك ما دوا معايا ما تكلم، واخا انايا صراحه عرفت راسي ما درت فيها ما يصلح. المهم هي هذيك بقينا جارين في هذاك الوقت. خويا اللي كان باقي ديك الساعه بلا زواج كان خاطب واحد البنت ومطيح معاها العقد وكلشي، كان باقي ليه غير العرس ويجيبها، كان واجد كامل مكمول، وكان حتى هو معول يدير العرس. يعني في دوك الايامات اللي كانوا يحبسونا كان كيتسنى غير شي جيوه باش يدير العرس ويجيب المراه عنده للدار. المهم كان مكوموندي على كلشي، نقافه تريتور، يعني كلشي تقريبا كان مخلص. كانوا كيتسناو غير شي فجيوه باش يديروا فيها العرس، زعما هكا يحلوا علينا شويه، ينقصوا هذاك الشيء ديال الحجر الصحي، مهم شي حاجه بحال هكا. ارى لكم غنبقاو جارين حتى نقولي شهر 8. في هذاك الوقت كانوا واحد الفجيوه شويه، كانوا صافي حدوا النهار واتفقوا ان هذاك الشيء غادي يديروا في واحد الفيرما كانت عند دار العروسه خارجه شويه على المدينه. واصلا بات العروسه كانوا عنده هكا المعارف ديالو داكشي، قال لنا زعما واخا كاع الا ما كانش هذاك التنفاس راه هو زعما غادي يتكلف. صافي فرحنا وجدنا كلشي، الامور دازت مزيانه. ارى لكم انا عرضت على هذيك لوسي وعرضت على لوسي الاخرى، واخا عرفت ما تجيش دوزتها من ودنيها. وراجلي طبعا كان ساق الخبار، عرضت على عكوسي، عرضت على واحد خالد راجلي. المهم هادو هما المقربين اللي كانوا قراب ليا بزاف، كنت عرضت عليهم وقلت لهم مرحبا بكم العرس ديال خويا. قالوا لي واخا ان شاء الله. صافي غنبقاو جارين حتى غيبقى نهار العرس 3 ايام. عكوسي غادي يتزاد عليها الحال بزاف، غادي يهزوها غيديوها للسبيطار. انا في هذاك الوقت فاش عرفتها في السبيطار هزيت راسي انا وماما مشينا طلينا عليها، والحاله ديالها ما نقولش لكم كيفاش كانت. سيت انا فاش شفتها تخلات، عرفتوا ديك السيده اللي كانت غليوده وزويونه
تعافت لواحد الدرجه اللي ما كطيحش على البال. انا فاش شفتها تخلات ما كانش كيسحاب ليا الوضع ديالها، وصل هكاك هي مسكينه فاش تهرسات وما بقاتش قاده تنوض، عرفتوا بحال تقطعت ليها الشهيه والصحه ديالها بدات كترجع للور باللور، وهذيك الفدعه ديال الظهر ما كانتش برات ليها وكتعطيها الحريق. المهم سيتات كرفسات ديال بصح صافي. شفناها في هذيك الحاله، قلنا ليها ما عندك باس، هزيت راسي. كنا ديك الساعه كنتجراو مع خويا مع هذاك الشيء ديالو. النهار اللي كان قبل من العرس غادي يعيط لي راجلي كيبكي وغيقول لي امي تزاد عليها الحال. انا فاش سمعت ديك الهضره وليت كلي كنترعد، كنقول يا ربي دوز هادشي بخير وعلى خير. ما نكذبش عليكم كنت خايفه بزاف وكنت خايفه لا توفى. هزيت راسي عاوتاني انا وماما ومشينا كنتجراو. كانت ماما مشات حيت كانوا عندها لا امور ما يتقداو، وانايا بقيت جالسه معاهم في الدار. المهم بقيت جالسه حتى جوايه الساعه ديال العشيه، هزيت راسي ورجعت لدارنا. مازال يلا غادي نجلس حتى غتعيط ليا لوسي وغادي تقول لي مول الامانه دا امانته وعقوزتي توفات. انا في داك الوقت فاش سمعتها كنحس بالدنيا ظهرت بيا. المهم عيطت راجلي كان غادي يتسطى كيبكي كيقول لي انا كي غندير وكي غنجي. صافي. مشينا في هذاك الليالي كنجريو انا وخوتي وبابا وماما، كنا البنات كنا مشينا وقفنا معاهم. الاب ديالي مسكين هو اللي كان تكلف بكل شيء، وقفنا في جميع الامور، يعني رصينا الامور كامله. الغد اللي كنا مشينا عندهم دينا الفطور، مالين الدار جلسوا معاهم شويه ومشاو، حيت عرفتي راهم حتى هما عندهم العرس وما يمكن لهمش ياجلوه. يعني عائله العروسه زربانين. خويا راه في الوقت ديال الحجر كان ديك الساعه غادي العرس وقال لك انا باغي نجيب مرتي، وهما كانوا دافعين لكل شيء وكانوا موجدين كل شيء. وفي داك الوقت يعني كانت في جيوه الا تسدات على الله امتى عاوتاني غيحلوا علينا مره اخرى. المهم انا بقيت جالسه مع في دار عكوسي الله يرحمها، راه ديك الساعه تدفنات. كانت غير بنتها وحده وراجلها، وكانوا الناس العائله شي وحدين فيهم ماشي بزاف، يعني بنادم ما جاش بزاف لديك الجنازه. المهم بقيت جالسه حتى الجويه 6 ديال العشيه تقريبا. هذيك الساعه عيط لي خويا وقال لي غنطرقك. المهم كنت اعتذرت نزلت في حالاتي، شدينا الطريق نيشان للدار. المهم وصلنا لقيت مالين الدار كلهم مشاو، قال لي هزي حوايجك ويلاه. قلت له لا راه ما نقدرش. قال لي ويلي قالك ما تقدريش؟ واش شي غتخلي خوك بوحدو في العرس؟ قال لي خاصك تمشي تحضري ضروري. قلت له راه عكوستي يلاه ماتت. قال لي واش انت تسطيتي؟ قلت لي يا صافي راه اللي عطا الله عطاه، درنا معاهم الواجب دابا غتمشي تحضري وخلاص. المهم بزز باش قنعني انني نمشي، هذا خويا الكبير قنعني باش انني نمشي. اصلا فاش يلاه بغيت نخرج من الدار عيط لي با وقال لي كيفاش ما غاديش تجي، حيت انا قلت لهم ما جاياش. قال لي واش انت حماقيتي؟ واش انت بغيت تسطيني؟ واش هادي؟ قلت له با راه عكوستي يلاه ماتت. قال لي شوفي يا بنتي ماتت الله يرحمها وحنا درنا الواجب، غادي تجي تجلسي سويعات المكانه وتمشي في حالك. صافي يا هادي هزيت تكشاتي ومشيت مع خويا. راجلي كان عيط ليا دبيت معاه عادي، ما قلت له لا غدا العرس لا حتى شي حاجه، يعني الموضوع ديال العرس ديتو جمعتو طويتو. المهم مشينا لهداك العرس. كيف دخلت كانت لهت عليا اختي، طلعتني لواحد البيت، لقيت خت العروسه حتى هي تما، جلسوني ما كاوليا. انا جايبه معايا غير قفيطين حيت التكشيطه ما بغيتش نلبسها، حيدوا لي داك القفطان وجبدوا لي واحد التكشيطه وقالوا لي هذه اللي غتلبسي. المهم بقاو معايا حتى قادوا لي شعري وصيبوني وقادوني ونزلنا بثلاثه بينا. نزلنا انايا كنت غير جالسه مسمره ما بغيت لا نشطح لا والو. صافي نزلات العروسه. اصلا ما كان زعما شي عرس لي كبير بزاف، كانوا فيه المقربين ديالنا والمقربين ديالهم. بقينا جالسين حطوا العشاء تعشينا، من موراها كانت ناط العروسه والعريس كيشطحوا. فداك الوقت جاو نوضوني بزز، نضت كنشطح معاهم عادي، الامور كامله تيسرات. صافي دوزنا العرس في المجمع بسلامه. انا راجلي قبل ما نمشي قلت له راه خويا راه اليوم عنده النهار وراه غيدير غير الطلبه وخلاص، راه ما يمكنش اننا ما نديرو حتى شي حاجه، وراه خاصو يجيب مرتو للدار وحنا دايرين مع الناس. انا سباقتها ليه. ارى ليكم في ديك الليله هو كان باغي يعرف بالضبط اشنو واقع. كان لي كامل واحد الانستغرام حاضي بنات خالاتي كاملين وبنات عماتي كيشوف بالضبط اشنو حطوا، حتى غيتلاقى مع واحد الفيديو ديال الشطيح والرديح والبساطه العمله لا والنشاط حتى شاط. المهم بقى كيطل حتى كيبان ليه واحد الطرف مني ماشي انا الوقت اللي كنت واقفه كنشطح. المهم فشاف داك الشيء صعر كان صيفط ليا هذاك الشيء وبدا كيعاير فيا بالدين وبالمله وكيقول لي انا ماما ماتت وانتوما غاديين فرحانين وناشطين وكتشطحوا، وانا امي يلاه دفنات. حيت النهار اللي دفنات مو النهار اللي كان حنا عندنا العرس بالليل، اما مو كانت ماتت النهار اللي قبل. المهم بدا عليا بالسبان والمعيار وما نقولش لك ما خلى فيا اللي نسى لا انا لا والديا. وقال لي داك باك اللي كيقول لك خايف من المرض دابا ما بقاش خايف منه، على ما المرض مشى غادي مع ترينكا ديال عباد الله. ايوا انت مشيتيش غتجبد لي القديم وجديد.
السيد انت علاش ما مشيتيش عند امي وعلاش ما مشيتيش قابلتيها من الاساس، وامي تكرفسات وما لقات لي عطيها جخمه الماء، وانايا امي ماشي ساخطه عليا ما ماشي ساخطه عليا. مهم ما خلاش ليا وانا كنقول له خليني غير نهضر. والو السيد المعيار 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 المعيار، وهز راسو وعيط لخواتاتو وعاود ليهم كاع هذاك الشيء اللي كان. وسكرينه هو هذاك التخربيق وصيفطوا ليهم وقال لهم ها هما الناس غاديين كيشطحوا. ناضت اختو عيطات عليا ما خلاتش فيا وقالت لي انا بغيت غير نعرف فاش نتيا باغا تمشي للعرس، لا جايه عندي في الصباح كتعزي فيا ولا دايره راسك انك واقفه معايا ولاش هادي ولاش هادي. خصو لي على برا حتى هي ما خلاتش فيا من المعيار. انا طبعا قلتها لوالديا قلت لهم راه جبتوا لي صداع وبديت كنبكي حتى انا البنات كنبغيه. ناض با هز التليفون وعيط ليه وبدا كيعاير فبا من الصمطه لتحت وكيقولوا سيريا الشماته سيريا هذا، واش انت يا حاج انت اللي ما دايرش بحساب النسوبيه، واش انا يا امي ماتت وانت داير العرس لولدك، وحتى كاع الا بلاك الله ودرتي العرس ديرو على الاقل غير بالمسمعين، ما ديرش الغنا والشطيح ما ديرش ما تفعلش. با كيقول لها ولدي بشويه راه ماشي العرس ديالنا راه العرس ديال العروسه. مهم الراجل ما خلاش فيه في المعيار، با قطع عليه وجا عندي وقال لي شوفي يا بنيتي واخا يبقى اخر راجل في الدنيا لا عمرو يكون ليك، قال لي انا الراجل اللي قلل عليا اللحيه ما عمرو ما يكون راجل بنتي. وكان قطع عليا السما بليكا. انا تما دارت بيا الدنيا. انا قلت لبا يدوي معاه غير باش يبردو حتى صدق با ولا هو اللي متحلف عليه. نوت انا عيطت للسيد كنطلب وكنزوق فيه كنقول عطيني غير فرصه نشرح ليك، انا راه والله ما نط كنشطح. قال لي انا شك بعينيا وانا مالك تخفي عليا، قال لي انا شتك وزايدون فوق من هادشي كامل، انت لالا غاديه معريه ليا الشعر وكاين الرجال والعيالات، واش انت ما كتحشميش، واش انت هادي، واش انت مرا. ويرجع ويقول لي انت ما قابلتي امي ما حنيتي فيها، انا يا المراه اللي ما توقفش مع امي ما عندي ما ندير بها، حتى انا النهار اللي نطيح ما غتسوقش ليك، وانا الظروف ربي لي عالم بيا. قال لي انا ما كنعرفش هادشي كامل. المهم راه صداع كبير والهضره ولات كثيره، عائلتي ما بقاوش حاملين فيه الشعره. با يدور ويقول لي ها شنو قالت الشوافه، ياك النهار الاول بنيتي قلت لك هذا الراجل ما عندنا ما نديرو به، ما هو من سهمنا ما حنا من سهمو، واش هذا الراجل اللي يعايرني وانا يا قد باه ما قد باه. مهم با كحل بالعمى ما بقى مكحل به صافي. هي هذيك الامور ديك الساعه كانت سدات. انا يا هو كنت كنعيط له والو بلوكاني من الفيسبوك من الانستغرام من الواتساب، خواتاتو كنعيط ليهم بلوكيني. غادي دوز واحد المده حتى غنتواصل مع واحد السيده من العائله ديالو كتجيه بنت خال مرت ولد خالته. مهم عيط ليها قلت لها الو فلانه راه فلان ما كيعيطش لي ما كيعيطش لي، وبديت كنتباكى عليها. سيده دوات معاه هو كان قال لها قولي ليها ديما تقول لي انا راه ما غاديش نطلقها غنخليها ما هي من المطلقات ما هي من المزوجات. صافي فاش قالت لي هاد الهضره انايا طبعا كان فمي كيحرقني. كنت قلتها لامي امي قالتها لبا. با هذاك النهار بالضبط كان هز راسو مشى ديك الساعه عند المحامي وقال له انا بنتي بغيتها تطلق في السما في الارض، انا من هذاك الراجل ما بغيت منه حتى شي حاجه، بغيت غير بنتي تطلق. دير ليها الخلع دير ليها دبر راسك ما شغليش. المحامي دفع الدعوه صيفط له الاستدعاء في دارهم. وصلت شافتها اختو شافت الاستدعاء قالتها ليه. هو كيف قالتها ليه اختو شعلات فيه العافيه، عيط ليه في التليفون السبان والمعيار وقال لي باغا تطلقي. والله لا شتيه ماشي حيت كنبغيك ولكن حيت باغي ندمك على النهار اللي تزاديتي فيه. انا غادي نخليك هكا كيف البيت المرهون، ما انتي مزوجه ما انتي مطلقه، الا طفرتي سوكي ليا والله تندمك وندخل المغرب وندير ليك ونفعل ليك ونترك ليك. المهم كنت كنقولوا فلان خليني غير نهضر معاك، انا راني كنبغيك وما باغاش نتفارق معاك. كيقولي لها لا ما كنبغيكش عطيني التقار بعدي مني وكيغوت بربي اللي خلقه. صافي هي هذيك. كان الاب ديالي عاوتاني فاتساق الخبار قال لي شوفي يا بنتي الهلا يطلقيك ما كيسحاب لي اننا حنايا غنخافوا منه، بنتي الطلاق غتاخديه بزمانو، حنا ما بغينا منه حتى شي حاجه بغينا غير الطلاق ديالك. فعلا كندوى مع المحامي كانوا غيزوا الوراق. المحامي بقى كيطلع وكينزل. في داك الوقت كانوا مشاكل كثيره، كان الحجر الصحي، كانوا بزاف القضايا اللي باقي في المحكمه. مهم كانت بزاف ديال الروينه ما خرج ليا الطلاق ديالي، وحيت اصلا السيد كان خارج المغرب حتى لشهر 11 ديال 2021 عاد كان خرج ليا الطلاق. النهار اللي غيخرج ليا الطلاق هو غيساق الخبار. النهار اللي خرج ليا الطلاق السيد بغيبو خدام عيط ليا وكيعاير وكيقول لي تهنيت منك يا الفاعله والكلام الخايب من الصمطه لتحت، وكيقول لي سيري وانا يا خديت زعما صافي قديت معاك الغرض
وما مسوقش ليك والخلا وجلا وشطبات عشوره وانت تقاميتي عليا رخيصه، حيت انا الاب ديالي هو اللي كان دار العرس، هو عطاني غير الصداق والحوايج وداكشي اللي كيجيبو. قال لي انا تقاميتي عليا رخيصه وانا غير جيت زهيت ومشيت ونسيه. مهم ما خلاش فينا، بقى فيا الحال ديال بصح. في الوقت اللي انايا طلقت با ولا سنانو لوبيا كان باغي يزوجني باي وسيله، حيت الاب ديالي واخا متفهم وكيحماق عليا ولكن من هذيك العقليه القدام. وهاد المره ولا باغي يزوجني شي واحد على ذوقه، شي واحد من المعارف ديالو صافي. بقينا جارين. شهر واحد ديال 2022 كان جات تخطبني واحد السيد. دوزت انا وياه تقريبا نقولي واحد الشهر. هضرنا، انا ما ارتحيتش ليه وقلت له با هذا ما غنتزوجش به. سيت اش نقول لكم، كانت فيه العياقه بزاف وكان ديجا هو مطلق. مهم ما تفاهمتش معاه. بقينا جارينا البنات حتى شهر 4 2022. ايوا هنايا البنات غادي يخطبوني شي ناس معارف ديالنا وخلاص. مهم غيخطبوني لولدهم، هاد ولدهم كاين في امريكان. المهم ناس حماقوا عليا، صيفطوا التصويره ديالي لولدهم كيف شافني حماق عليا. الولد باقي ازري، ما عمرو فايت فيه الزواج، عارفني انني مطلقه، ما عندوش المشكل في هذا الشيء. حيت حنا فاش كندويو مع الناس كندويو على اساس انني مطلقه، وحنت فعلا راني مطلقه، يعني ماشي مطلقه غير بالوراق، لان السيد كنت عشت معاه واحد العشر ايام صافي. السيد فاش شافني قال لهم بغيتها. والديه دو مع والديا كانوا اتفقوا انه فاش يدخل السيد غادي يدير معايا العقد وغادي نتزوج انا وياه. المهم بقينا كنتسناو حتى شهر 7. كان قال لنا غادي ينزل، ما نزلش في شهر 7، ما نزل حتى الاخر ديال شهر 8 عاد كنزل. في هذاك الوقت فاش نزل انا ما دويت معاه، ما دوا معايا، ما حتى شي حاجه، حيت هو اصلا ما طلبش انه يعني يتعرف عليا. صافي فاش نزل في شهر 8 كنت لاقيت معاه النهار الاول. سيد شكلا مقبول جدا. في ميريكان خدام مزيان، هو اصلا هنا في المغرب والديه لاباس عليهم، ما ناقصهم حتى شي خير. وهو كان مشى تما قرايه ومن تما بقى، يعني من تما خدم تما وبقى عايش تما وما عندوش نهائيا فكره انه يدخل المغرب. انايا هادشي كامل والله البنات ما تسوقتش لي، انا اصلا كابره في الخير، ماشي زعما الفلوس هما اللي غيغريوني ولا شي حاجه. المهم الامور كامله تيسرات، ما كاملاش البنات سيمانه. حتى والدي قادوا الامور كامله، طيحنا العقد، هزوني وداوني معاهم لدارهم، ضربت معاهم تما يومين، ومن بعد سافرت انا والراجل. الراجل ما نقولش لكم كيفاش كان كيتعامل معايا، كيف المال قليل، واخا انا مطلقه ولكن كان كيتعامل معايا بحال نقولوا باقا بنت. عرفت واش هاد ليا الخاطر وداير ليا اللي ما يدار. ولكن انا البنات ما عرفتش، ولكن مرتاحيتش ليه البنات. دوزت انا وياه سيمانه، من بعد كنا رجعنا لدارهم كيتعاملوا معايا مزيان، شادين ليا الخاطر، دايرين بوجه با. ما نقولش شنو دايرين ليا. المهم بقيت جالسه معاهم حتى السيد كان سال العطله ديالو، كان مشى وانا هزيت راسي ورجعت لدارنا، حيت ما كاينلاش نبقى جالسه معاهم في الدار. المهم رجعت للدار، السيد بدا كيحاول انه يهضر معايا، كيبغي يجمع معايا. انا البنات ما كانش عندي الخاطر وما كنتش كنبغي نهضر معاه، وكنت دائما كندير مقارنات ما بينه وما بين راجلي الاول اللي حتى لهذاك الوقت بقى فيه الحال على بزاف د الحاجات راهو بيناتنا، ولكن ما كنتش ناسياه. المهم ما عرفتش كيفاش وقع ليا في واحد النهار داخله لي كونفرساسيون قدام مع راجلي الاول. ما عرفتش البنات كيفاش وقع ليا حتى تصفت لي توحشك بزاف. السيد كيف قراها مباشره كان عيط ليا. انا فاش شفت مرتو وليت كلي كنترعد، ما كنتش عارفه راسي من رجليا. جاوبته هذيك الساعه قال لي حتى انا توحشك بزاف وكثر ما تصوري. المهم نسيت، بديت كنهضر معاه ورجعت علاقتنا كيف ما الاول. البنات هو يمكن كان براد، ما عرفتش البنات شنو وقع، ما عرفتش واش برد واش ما عرفتش. المهم بدينا كنهضروا، فداك الوقت وليت كنهضر معاه قدام دارنا، ودارنا كيسحاب ليهم. كنهضر مع راجلي الثاني، ما كانش كيسحاب ليهم، كنهضر مع طليقي. وطليقي فيما كان راجلي فداك الوقت فيما كان كيبغي يهضر معايا كنت كنقول له ما مسالياش، لدرجه انني انا كنت درت نمره اخرى وليت هي اللي كنهضر فيها مع هذا باش لاهور الوقت اللي عيط ليا ما يلقانيش اوكيبي. المهم هذا علاقتي معاه رجعت مزيانه. دوزنا تقريبا واحد الشهر حتى قال لي غادي ننزل المغرب وغادي نجي باش نردك بشكل رسمي. انايا هنا دخل معايا الزايد، ما كنتش عارفه بالضبط اشنو غادي ندير. في الاول كنت كنتهرب وكنقول له با ما با، قال لي باك غادي نجي ونبوس لي راسو ونقول له اسمح لي، ما نقول له اسمح لي. المهم بقيت كنتهرب حتى السيد صافي قال لي غادي ننزل المغرب. فداك الوقت كنت عارفه ان ما عندي مازال فين نتهرب. كنت شفت حتى عييت وهضرت معاه وقلت له شوف ولد الناس انا راني كذبت عليك، وراه شنو واقع وها شنو واقع. كيف قلت له هاد الهضره السيد شعر وقال لي اش كتخربقي، واش انت من نيتك، واش باغا تسطيني.
المهم انا بديت كنبكي، قلت له انا ما عرفتش شنو وقع ليا وهذا الشيء اللي كتاب، وانا لقيت راسي توحشتك وهضرت معاك وانا دابا نادمه وسمح لي بسلامه. قال لي كيفاش بسلامه؟ قال لي انا كنبغيك وما عمرني ما قدرت ننساك. قلت له داكشي اللي درتي فيا؟ قال لي انا ديك الساعه كنت مقلق وربي اللي عالم بيا وانت حتى راسك في بلاصتي. انا امي ماتت وانايا مجلوق في اخر الدنيا وانتيا كاينه حداها وما مشيتي لا طليتي عليها لا والو، والنهار اللي ماتت ماشي نديري العرس وكتشطحي مع راساتك، واش انت تبغي نديرها؟ المهم بقى فيا بزاف وعرفت راسي غلطت، ماشي عارفه راسي ما غلطاش، ولكن لقيت راسي ما عندي ما ندير. المهم السيد في الاول كان كيدوي معايا بالخاطر، كان كيقول لي غادي تدوي مع والديك وتقول لهم باغا تطلقي، وانا عارفه والديا الا مشيت جبت معاهم طلاق راه غادي ينحيوني من الدنيا، خاصه با لان هذا السيد اللي خطبني راه كيعرفهم مزيان، راه ما يمكنش نهائيا انه مثلا نقول لهم طلاق، وخاصه ان السيد راه ما منقص عليا والو، راه كيداير وكينزل وعائلته هنا كيجريو ووالديا كيجريو غير باش يطلعوا لي الوراق دغيا ونمشي عنده. السيد طول هذيك المده اللي كان هنا كان معيشني كيف الاميره، ما منقص عليا حتى شي حاجه، يعني ما كاين حتى شي سبب اللي يخليني انني مثلا نرفض. المهم كنت كنقول راجل الطليقي راه ما نقدرش ندوي مع والديا. قال لي هاد الهضره ما تقوليهاش ليا. قال لي شوفي بلا ما نبقى نزيد معاك في الهضره، قال لي انا في راس العام غادي ننزل، حليتي الموضوع هو هذاك، ما حليتيش انا غنعرف كيفاش نتصرف. المهم انا بقيت كنطلب فيه وكنقول له عطيني الثقه. السيد عاد ما زاد لصق وعاد ما قال لي انا ما عندي فراق عليك. وليت فاش كنهضر معاه مثلا فاش كيعيط ليا وما كنجاوبوش كيبقى يغوت وكيقول لي ما كدوي معاه، كيقول لي ما تهضريش معاه، الكود ديال فيسبوك ديالي عنده، كود ديال انستغرام ديالي عنده، قال لي ما تبقايش تهضري نهائيا. الواتساب فاش كان مثلا فاش كنبغي نقطع كيقول لي لا وريني التليفون ديالك الثاني اشنو فيه، ولا كيعيط لي في التليفون اللي عند الاخر غير باش الاخر زعما يلقاني اوكيبي ولا باغي يجبد لي الصداع. هذيك النهار جا عندي هو يقول لي انا هذاك فلان عرفتو شكون، وصيفط لي فعلا الانستغرام ديالو وقال لي كنقسم فمي بالله وما ديري معايا شي حل يا حتى نمشي عنده ونوري كاع هذاك الشيء اللي بيناتنا، ولا كيسجل لي لي زابيل اللي بيني وما بينه. وفاش كنقولوا علاش كدير لي هكا راه كتخلعني، كيقول لي انا كنبغيك ومستحيل نفرط فيك وما كاينش شي ولد المراه اللي غتزوجي به، يا تزوجي بيا انا يا بسلامه. انا ما نكذبش عليكم، هذا التصرف اللي كيدير معايا دابا ولا خلاني بزاف منه، ما عرفتش ما بقيتش عارفه واش هو كيبغيني بصح، واش كيتفلى عليا، وفي نفس الوقت عندي تانيب الضمير كنشوف الشخص الثاني ما دار لي معايا حتى شي حاجه تلعب، بالعكس كان معايا ولد الناس ديال بصح وما خسرش ليا الخاطر لحد الان، ما شفت فيه حتى شي حاجه ديال العيب. المهم كنت غادي نحماق بالخلعه. وصل 28 27 في شهر 12 كان قال لي ديك الساعه كان غادي ينزل. عيط لي قال لي انا ما بقيتش غادي ننزل دابا، ما غنزل حتى الاخر ديال شهر واحد، حيت كانوا عنده ما عرفت شي مشاكل في الخدمه، ما ماشي مشاكل في الخدمه. المهم البنات حاليا كيهضر معايا كيقول لي شوفي انا يا النهار اللي غنزل المغرب غنهضر مع باك، دار معايا شي حل هو هذاك، ما دارش معايا شي حل غادي نعيط لهذاك خينا وغادي نقول ليه انني انا وياك بيناتنا علاقه، وغنصيفط له التصاور ديالك القدام وغادي نصيفط له زوديو جداد وغنصيفط له كاع هذاك الشيء اللي بيناتنا، وما كنظنش راجل غادي يقبل على انك على يقبل يتزوج بوحده كتهضر مع طليقها الاول. المهم البنات انا اليوم تعرفه عارفه راسي غلط، عارفه راسي منسوه ما نصلح لا في الاول لا دابا، ولكن البنات ما بقى عندي حتى شي حاجه، ما بقيتش عارفه واش نكمل مع هذا. واخا من مورا هادشي اللي وقع وليت كنخاف منه بزاف، لان السيد نهار اللي وقع بيناتنا المشكل كان وراني الوجه الثاني، راه المعيار غير من السمطه لتحت. حاليا كيقول كيهددني بتصاوري، كيهددني باوديوهاتي، يعني كنحس راسي ماشي في امان معاه. وفاش كنقول له هاد الهضره كنقول له كتخلعني، كيقول لي ما تخافيش انا كنبغيك وداكشي علاش كندير معاك هكا، وانا ما مستعدش نتفارق عليك وانا ما مستعدش نتخلى عليك، واخا نعرف راسي ما نعرف شنو ندير، واخا نخطفك، واخا مهم هضره كثيره. وعاوتاني كنشوف ان السيد اللي مزوجه به دابا ولد الناس، انا اللي بنت الحرام البنات نقولها لكم من الاخر، السيد ظريف معايا لاقصى الحدود. فاش كنقول له مثلا كيبغي يهضر معايا بالليل كنقول له بغيت نعس كيقول لي ارتاحي. الوقت اللي كان هنا في المغرب راه ما نقولش لكم كيفاش كان كيتعامل معايا، زعما راه واحد المعامله لا هو لا عائلته، راه معامله اللي الف وحده تمناها. دابا يلا عرفت بقيمته، ولكن في نفس الوقت كنلقى راسي ما كنبغيش. ما عرفتش البنات شنو واقع ليا، ما عرفتش يمكن ما كنقدروش نتحكموا في الاحاسيس ديالنا. ما عرفتش البنات شنو ندير. بعض المرات كنقول ندوي معاه نقول له ولد الناس انا راني غلطت وهدرت مع الطريق ديالي وراه كيهدد فيا دابا، ولكن البنات كيفاش غادي ندير؟ ما عرفتش، خفت لا نمشي نتفرش مع با، خايفه بزاف تلفاز بيا. هو كيقول لي خاصك تفارقي معاه، الاخر كي غندير نتفارق معاه هو ما كيخسرش ليا، واش نجي نقول لهم انا حقا باغا نطلق ولا تزوجت بعدا شنو غيوقع ليا؟
البنات عييت وتلفت وما كنتش عارفه ما ندير. عرفت راسي شبكتها ديال بصح، ولكن كنتمنى انني نلقى الحل ونتهنى من هادشي كامل اللي واقع ليا. الغزالات ديالي هنا سالات القصه ديالنا. ما تنساوش طبعا تخليو الاراء والتعاليق ديالكم صاحبه القصه، وما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم. هنا ما بقى ليا الا نقول لكم حبيباتي ما سخيتش بكم. كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.